ألوان هاي الدنيا ألوان ألوان هاي الدنيا ألوان كل صفحة قدر ترسم لك صور بصنا في البشر هاي الدنيا ألوان يمن عمرك سافر خذين حكمة النهار في كل دوحة ثمر هاي الدنيا ألوان يمن عمرك سافر خذين حكمة نهار في كل دوحة ثمر هاي الدنيا ألوان ألوان هاي الدنيا ألوان ألوان هاي الدنيا ألوان لكل قصة أثار تمهل في النظر تأمل في العبر هاي الدنيا ألوان سمعك والبصر في ليل السحر لك يضوي القمر هاي الدنيا ألوان. وش في ده؟ هد الاماكن كلها جاي ترقص لنا الله يهديه ان شاء الله. الله يهديه. لا انا ما اتحمل صراحه بروح اكلمه على وش عليك منا انت؟ وش عليك؟ نتحاسب احنا على سكوتنا هذا واروح ليه انا خلى عن الاجتماع عليه. وش فيك انت الحين شايل السماعه من ادوني؟ تسمع اللي انا اسمعه؟ ولا الحين اغاني في ادونك؟ وش اللي تسمعه الحين؟ ادون وانت جاي الحين مشتت شايل السماعه من ادوني عشان تسالني هالسؤال بايخ؟ بس علشان تعرف ان الحين وقت صلاه وهالمكان هذا اللي قاعد تترقص فيه بدون حياة هذا المكان صوب مسجد هني انت واقف. زين وش زين يعني؟ ما عندك قدسية للمكان يعني؟ انت واقف هني صوب مسجد لازم تحترم المسجد. لا الحين احط هاي السماعة في اذونك ادعسها ولا 10 من اشكالك. شوف شيل ايدك. انا مو قايل لك لا تدخل رائد. هاي غده لازم نستأصلها في المجتمع احنا. احمد حماصة تدش المنزل الشديد روح بدل ثيابك وتعال. وحي واحد مثل احمد يقدر عليك والله فشلتنا. والله العظيم لو يتعرض لي افتك وجهه. شعب بالك انا سكت عنه ولو ما تدخل ده رفيقه كان شفسته للمستشفى. ليش يتعاملون يا الناس كذي؟ انت بتروح المسجد بتروح تصلي بتروح الصوم ما لك شغل عندهم رب حاسبهم. ما بعد شيء. انت تعال بسألك لابس لنا قميص وده رايح مجمع انت لا في حوطه ترى اشتغل ويانا حط ايدك وثاني شغله لا اجبار في الدين. لا اكراه وش فيك؟ انا الله وانا اليه راجعون. لا اجبار لا اكراه كلها واحد اخوي نفس المعنى. صليت ما صليت ما ليهم خص فيك. ابليس يعرف رحمه الله اكثر من دلين على اللي سوى وسوي يتمنى الجنه ودلين بيدخلونا الجهنم عشان اغاني. حتى لو ما صلينا انت ما تدري نهايتنا وش هي. يا جماعه خلاص هالمسلسل الدين انتهى. وايش موضوعنا عن هالاسبوع؟ صار لنا اسبوعين ما طلعنا. اي اما انا مفلس حدي. هذه والله صدقت فيها يعني ما يصير نقعد لنا كذي. احنا لازم نشوف لنا شغله. عدل انا من زمان حاط عيوني على محل. خير بشر دكان منو هالمره؟ دكان فلاح. اي دكان فلاح ما يخلي يشوف دكان اكبر ملوص في الديره ده. اي ملوص حتى مشاويره يقضيها بسكت. وش فيك انا مراقبنا كم من يوم اشيل البيزات خشهم في داخل المحل. زين اذا كذي عجل ما في الا نطب محله. بس الليله بعد وين؟
بس الليله حار بحار ما في. يلا دقيقه يا جماعه. الو هلا ويا الصبيان. انا ما ادري متى ارجع، بعد اقول ليش الحين برجع، انا ما برجع الحين. اذا خلصت يصير خير، مو كل 5 دقائق تتصلين لي. يلا 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 با. اكيد امك دي. والله شو اخوك طفشتني كل حين من شوي ما اتصلت. صدق انك ما تستحي. امك شلون تقول لها كذي؟ انا امي لا تصفعني بنعال ما اقول لها شيء. انا عمري 22 سنه، وش رايك يوم كان عمري 17 سنه امي تضربني؟ ما تد عليها ولا تقول لها شيء؟ ما ادري شلون كل ما تضربني اضحك وتزيدني بعد. ما شاء الله عليكم قلبتون لنا الحين مسلسل ديني ثاني. بس خلاص مثل ما بديتونا انهو. ليلة تروحون بيوتكم تراونون وجوهكم، نص الليل نشوف بعض. بسرعه 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 بسرعه، كوفي ادمي جاي بسرعه. كم ضيف عندك؟ 3 عندي. أنا واحد بسرعه يلا. يلا يلا شباب. شباب زين والله ستر علينا. طارق وينه؟ ما ادري مش خلينا ندش داخل بعد ليش نشوفه. دخلنا؟ يلا يلا. اتصل طارق شوفه وين هو. الحين بتصل. خله سبيكر. كان ما يبلشنا. الو. طارق شو اخبار؟ تمام الحمد لله، بس حسن دوخني. اي حسن بعد وش صاير؟ حسن ما غيره ولد المأذن لحقني بالسيارة. من غشامتك الله يهداك احد يطلع على الشوارع، عندك الدوائس فد روحك هناك. المهم الحين انت وينه؟ انا في مسجد الضامن. وش تسوي في المسجد؟ اقول لك حسن ما خلاني لحقني بالسيارة، زين ما صادني قعدت تطنز. ما دام انت في المسجد الحين ادعي لنا شيخ طارق. ما عليه خلينا نفهم من الحين. زين طارق عندك البيزات لو لا؟ اي عند البيزات. قوم انت الحين اطلع لحد يشوفك في المسجد، باكر نلتقي يلا. لكن تصدق طارق طلع عندك الزفت نخش في المسجد عشان اي راح والله يصيده. زين يسوي. انت شلون دخلت المسجد؟ شي يعني ممنوع ادخل؟ بس انا متاكد ان الباب كان مقفل. ما كان مقفل، انا اول ما جيت كان مفتوح. والحين انت وين بتروح؟ باقي 10 دقائق بيستوي الوقت. ام بقعد بس ما ادري احس بطني يعورني برجع فبمشي. الله يواليك العافيه ان شاء الله. سمعتون البارحة وش صاير؟ وش بعد؟ خير ان شاء الله. اي خير. حج فلاح البارحة طبوا دكانه كسروا تكسروا باقوا ولا فيه. لا حول ولا قوه الا بالله. الاول لو واحد ابو قعلوت
قلبوا الدنيا على راسه، والحين صار كل شيء عادي. لكن تدرون ليش؟ لأن إحنا صرنا سهلين. أنا البارحة كنت راجع متأخر وشفتهم عند دكان حجي فلاح. يعني تعرفهم تستر عليهم؟ اسمعني عاد، أنت واجد عجول وتحكم على الناس وبس. أنا كنت طايف بسيارتي وشفتهم هناك، ومن شافوني هربوا. ليش ما لحقتهم؟ هم كانوا 3، 2 هربوا ولحقت على واحد أنا. يوم وصلنا عند المسجد اختفى، وين راح ما أدري. الساعة كم كان تقريبا؟ قبل أذان الفجر تقريبا بساعة. صدقني لو أنا مكانك لحقتهم وشلختهم بالسيارة. لا يا ولدي، ما يعالجون الحرام بالحرام. هذا حلال واحد يكسره، من هو قال لك حرام؟ احنا متدينين آخر زمن، انت جاي تعلمنا؟ متى صارت هذه انت جاي تعلمنا؟ توك زعطوط. ليش خلينا نتجمع في مكان عام قدامنا وادم كذي؟ وش فيك انت واجد جبان؟ هنا احسن مكان ترى، لا صادرنا في مكان سري. ما اقول الله يستر علينا، ما اقول الله يستر الحين علينا. خلنا من هالسالفه. طارق كم عندك؟ كم جبت؟ هذه 180. خش فضحتنا قدام الاول والثاني، فضحتونا. ما عليك انت، لا تصير جبان. المهم الحين انا عندي 390، كم يصير كامل يعني؟ 390 وعنده 180 تصير 570. يعني قسمها على 3 كم من الاخر؟ 570 قسمة 3 تطلع 190 دينار. ما شاء الله عليك، دا كيف الرياضيات؟ ليش طالع من المدرسه يا حظي؟ والله وش اقول لك يا اخوك، انا ما كنت فالح في الدين والانجليزي، ما افهم شي طرح. وش رايك نعطيك 50 على كل ماده؟ يعني 150 تحصل له. ما اقبل، ام ب 63 دينار 300 فلس وارجع لكم 5 فلوس. زين انا ما قلت لكم الصار عقب ما كلمتوني في التلفون حلمت حلمة غريبة عجيبة في المسجد. خل حلمتك لبعدين، مو تحسون ان المبلغ مو ذاك الزود يعني، وانا اشوفك تلاين في هالبيزات قلت مبلغ عود. احمد ربك، احنا اللي رفعناك، كنت بواق حمام ودياج. زين الحين بتسمعون حلمتي والله ويش؟ هذا من اللي واقف عند باب بيتكم؟ وين هذا حج علي المعدن. بس وش فيك خايف جاي عبالك شرطي؟ هذا البارحة اللي شافني طالع من المسجد سألني، بقول لك سالفة بعدين يلا. اوكي. السلام عليكم. عليكم السلام. آمر شكلك جاي لأبوي وما أعتقد موجود بعد. لا أنا مو جاي للوالد، جاي لك أنت شخصيا. جاي لي أنا؟ خير إن شاء الله. يا ولدي رجع البيزات اللي بوقتها من عند الحجي وأنا أشك فيك. أي بيزات اللي تتكلم عنها أنت؟ وش قاعد تقول؟ البيزات اللي بوقتها من الحجي فلاح، أنت وياك نفرين بعد. لا أكيد مشتبه علي مو أنا. لا مو مشتبه، ولدي حسن شافك حتى يوم وصلت المسجد اختفيت. والله العظيم مو أنا. لا تحلف يا ولدي، مو غلطان، لا تحلف، الحلف مو زين، الحلف يقصر العمر. ورجع البيات لصاحبها. يلا أوكي خير إن شاء الله خير. وش عنده وياك؟ ما عليك منه، قاعد يسألني عن البوقة مالت أمس. شو وش قلت له؟ قلت له سوي له بالسوي عبالك بقول له شيء. ما انا قايل لك ذاك اليوم اطلع بسرعه من المسجد. شلون اطلع؟ راحت علي نومه فجأة شلون ما ادري، وشفت ان القيامة قايمة والناس كلها تتهاوش. بعدين شفت واحد لابس لباس ابيض وعنده تربة كبيرة. قلت له ليش الناس تتهاوش؟ يقول لنا الحين الصلاة بتقوم ولا ما عنده تربة ما يقدر يصلي. قلت له زين عطني نتفة من تربتك على الاقل. ضحك في وجهي. والغريب في السالفة ان انت كان عليك لباس ابيض وعندك تربة واحنا الباقي مفسخين. لكن تصير مؤمن. وهذه سالفتنا انا يا ربع اثنينهم من البدايه لوقت الحلم اللي شافه رفيقي في المسجد. زين وش اساميكم؟ من اي دير انتم؟ بالعمدن جاي لك يا شيخ عشان انت لا تعرفنا ولا تعرف اسامينا. بصراحه الله ستر علينا ما بنفضح روحنا. اسمعني يا ولدي، الرؤية فيها تحذير لكم ثلاثتكم، ولها عدة معاني. يعني التربة الحسينية لها عدة معاني واجد. وش يعني؟ تعني الباقيات الصالحات، تعني الأعمال الخالصة لوجه الله، يعني هي الحسنات. يعني نفس الشيء؟ لا، الأولى معناها أخص والثانية أعم.
يعني تقدر تفهم معنى التربة الحسينية الجنة والرحمة. بس أنا من موالين أهل البيت. الموالاة، الاتباع، الالتزام. انتم تلعبون، تاكلون حرام، ما تصلون، وش خليتون للولاية؟ قل لي. يا شيخ أنا جاي إنك تبرد قلبهم وتطلعنا من الولاية. باب التوبة مفتوح يا ولدي. إذا كذي راحت علينا، من اللي بيتنازل عن حقه؟ إذا صدق خايف ليش ما تحلها وانت في دار الدنيا؟ وشلون حلها؟ جيب ورقة وقلم واقعد اكتب أسامي كل من ليه حق عليك ورجع حقه واستغفر ربك إن شاء الله. هذا الكلام اللي صار بيننا وبين الشيخ. وانت بأي حق تروح تقول له الكلام اللي يصير بيننا للناس؟ أقول لك الرجال مو من الديرة ولا يعرف حتى أسامينا. الحين لو أنا ويحيى مسوين ذا الشي كان قلبت الدنيا. الحين أنت وش قلت؟ خلني بشوف يحيى أول. أنت وش فيك؟ أحد إذا بتوب يروح يسأل الناس بتوب والله لا، وكل واحد يقرر مصيره بنفسه. شوف مو قعدت يا شيخ مرة واحدة تبى اروح كاده المتدين آية الله. هذا يحيى متصل، شكله وصل. يلا انا اخليكم اجيب لكم قدوع واجي. اوكي حبيبي. اسمعني يحيى، عندي اياك كلام واجد مهم. سلف؟ ما اسلف، بيزات ما عندي امس كلها طارت. اي سلف انت؟ انا بقول لك الحلم اللي حلمته في المسجد. والله دبحتنا بهالحلمه، اول مره تحلم في حياتك انت. انا 100 حلمه احلمها في شهر واحد، تبغاني اقولهم لك كامل؟ بس حلمتي مو اي حلمه، اللي حلمته ان احنا في يوم القيامه وبدون ثياب. قلت الحلمه لانور، انور راح سال شيخ واستفسر لي عن الحلمه. طلع تفسير الحلمه ان نهايتنا مو زينه ولازم نتوب لله. ومن متى انوري ماشي شيوخ؟ لا اله الا الله، انا فوين وانت فوين؟ يلا عاد الحين تبغاني امشي على حلمه انت حال منها؟ لو بمشي على كلامك باكر بتقولي انت نبي. انت وش رايك؟ وش رايف ويش؟ خلنا نطلع بلا هالخرابيط ده. عندك كم من دينار؟ قم خلنا نطلع نغير جو. عندي 70 دينار انا. خير بركه. وش انوار؟ ما بغيت تشيل التلفون؟ انت فوين؟ صار لنا 10 ايام مو شايفينك. زين يلا تعال بسرعة لا تأخر. وش قررت؟ 10 ايام لحين تفكر؟ ما قررت شي. شلون يعني؟ مو قايلك تفكر في كلامي؟ على كيفك افكر وقت اللي انبي انا. المهم انا بعت سيارتي. بعت السيارة؟ شلون الحين نقضي مشاويرنا؟ تبغانا نقضيها بسيكل يعني؟ ما يخصنا، انا بعتها وكل واحد بوقته رجعت لي بيزاته. لا عدل ما حب يفضحنا الا انت. انت ليش كلها تطالع الناس ولا مرة طالعت ربوك؟ شوف انا ما احب احد ينصحني كذي، وانا اعرفك انت اكبر حرامي وانت اللي علمتني على البوق. على العموم انا الحين بمشي وابك تبر ذمتي. ابر ذمتك؟ لا يكون بتموت. بالعكس انا بعيش من جديد، بروح اخذ تربتي واروح للامام الحسين. شوف انا ما احب احد ينصحني بهالطريقة ولا تقعد تطلع فيها، لو وش بتسوي بتبقى انور الحرامي. هلا طارق، صدق اللي سموه طريق الامام الحسين طريق الجنة. والله العظيم احنا كنا عايشين في زبالة، هاي زبالة اللي اخس من زبالة. والله تحس في كل خطوة تمشيها للامام الحسين تحس انك قاعد طهور. لما توصل الحضرة وتستأذن تحس كأنك قاعد في الجنة. والله تمنيتك ويانا يا طارق. طارق وين انت؟ صار لي كم من يوم اتصل لك ما ترد. رحت بيتكم وما حصلتك، لا يكون انت بعد اهتديت. لا تسويها الله يخليك وتضيعني، انا ما عندي غيرك. المهم عندي لك خبر زي الفل، الجماعة يسألون عنك مشتاقين لك، خلنا نشوفك عاد.
إن المعتقد بيوم الجزاء عليه أن يعد العدة دائما لمواجهة ذلك اليوم العصيب، ومنها التوبة الصادقة أولا، والعزم على عدم العود ثانيا، ورد مظالم العباد إليهم ثالثا، فهذه هي التوبة الجامعة. وليعلم أن من موجبات الاحتراز من المزالق هو الابتعاد عن مثيرات الفتن، ومنها صحبة السوء الذين يزينون الباطل والسوء لأهله. ومن هنا كان المرء على دين خليله، فلينظر أحدنا من يخالل. ألوان هاي الدنيا، ألوان ألوان هاي الدنيا، ألوان كل صفحة قدر ترسم لك صور، بصنا في البشر هاي الدنيا ألوان. يمن عمرك سافر، خذ الحكمة النهار، في كل دوحة ثمر هاي الدنيا ألوان. يمن عمرك سافر، خذ الحكمة نهار، في كل دوحة ثمر هاي الدنيا ألوان. ألوان هاي الدنيا ألوان، ألوان هاي الدنيا ألوان. لكل قصة أثار تمهل في النظر، تأمل في العبر هاي الدنيا ألوان. سمعك والبصر في ليل السحر، لك يضوي القمر هاي الدنيا ألوان.